حاجات انت بتعملها حرفيا هتدمر لك تليفونك. رقم واحد انك تقعد تنزل تطبيقات عمال على بطال، حتى لو حذفتها تفضل مسجله على الرامات بتاعت الجهاز في النسخه الاحتياطيه وبتحمل على الرامات بتاعت الجهاز اثناء الاستخدام. رقم اتنين انك تنام وتسيب تليفونك على الشحن لحد الصبح، كده انت ممكن تصحى تاني يوم تلاقي التليفون اصلا فاصل خالص من غير اي سبب. وزائد ان عمليه اكتمال الشحن الفتره دي بتحصل الاف المرات وانت نايم، والموضوع ده بيأثر لك على البطاريه وبيأثر على ايسي الشحن. رقم ثلاثة ان تليفونك يبقى ووتر بروف وتنزل بيه الميه او تحطه في الميه كتير متعمد، لان الميه دي ممكن تدخل جوه الجهاز وتعمل لك مشاكل في جهازك. لو عايز تصور بيه في الميه في جرابات مخصصه للموضوع ده، لان الجهاز الووتر بروف بيبقى بس محكم القفل، بيبقى مقاوم للميه مش ضد الميه. لو وصل ميه جوه الجهاز كده الجهاز بتاعك هيحصل فيه مشاكل انت في غنى عنها. رابع حاجه ودي اخطرهم، دي ممكن اصلا تضرك انت نفسك شخصيا، انك تلعب على الجهاز بتاعك وهو على الشحن. لان ببساطه يا صديقي جهازك كده هيتعرض لدرجه حراره عاليه بسبب ان هو بيشحن وبيفرغ في نفس الوقت. وتاني حاجه ممكن اصلا الجهاز ينفجر في ايدك وانت بتستخدمه، لان انت كده بتعمل اخطر عمليتين مع بعض في نفس الوقت، وزائد انك محمل على البروسيسور ومحمل على الرامات ومحمل على كل حاجه في الجهاز في نفس اللحظه. فيا ريت ما تلعبش على الجهاز وهو على الشحن. ولو اتزنقت قوي وعايز تلعب على الجهاز وهو على الشحن ممكن تكمل الدور اللي انت بتلعبه وبعدين تسيب الجهاز يشحن وبعدين كمل لعب تاني. رقم خمسة هو انك تحاول تحدث تليفونك قبل ما التحديث الرسمي يوصل له. الحاجه دي حرفيا ممكن تخسرك تليفونك وممكن تضيع لك الداتا كلها، وممكن اصلا الذاكره بتاعت التليفون بتاعتك تضرب، لان ممكن النسخه اللي هتنزلها ما تكونش متوافقه مع التليفون، ودي حاجه برضو احنا في غنى عنها. رقم 6 والاخيره انك تستخدم اكسسوارات مش اصليه لتليفونك، زي انك تستخدم شاحن مش اصلي، انك تستخدم اكتر من كابل لتليفونك، او الادابتر نفسه اللي انت بتشحن بيه التليفون ما يكونش متوافق مع الجهاز اللي بتشحن بيه. استناني الفيديو الجاي عشان اخليك ازاي تحافظ على تليفونك، وازاي لو بطاريه تليفونك بتخلص بسرعه ارجعها لك تاني في حالتك الجديده، وزي ما عودناكم مع مستشفى الهواتف اللي اتكسر يتصلح.